ظهور أول بنت للشيطان على الأرض. بتبدأ الحكاية في قرية جبر التابعة لمركز كفر الزيات محافظة البحيرة. بدأت القصة بشخص اسمه هيكل ومراته اسمها ماجدة، متجوزين أكتر من 10 سنين، بس ما كانش عندهم عيال لأن هيكل كان عنده عقم، يعني ما بيخلفش، وما لهمش قرايب في البلد خالص، يعني مقطوعين من شجرة زي ما بيقولوا. وكل البلد عارفة إن ظروفهم كانت على قدهم، لأن هيكل كان شغال تربي وما كانش ليه شغلة تاني، وكانت الأمور عادية وما فيش أي حاجة غريبة. لحد ما في يوم أهل البلد لقوا إن مرات هيكل حامل وبطنها باين عليها الحمل، من غير ما أي حد يعرف في البلد إمتى حملت وإزاي بطنها كبرت كده بسرعة. وفضل الحال على كده، وبعد 7 شهور وفي يوم 12/5 سنة 1971 وبالتحديد يوم الأربع، ولدت ماجدة بنت، وما كانش باين على هيكل ولا ماجدة الفرحة أبدا، كانوا زي اللي مقتول لهم قتيل. وكل اللي رايح عشان يبارك لهيكل كان بيحس إنه مخنوق وهو في البيت ومش قادر ياخد نفسه، وكان حاسس إن جسمه كله بيتنفض من غير سبب. وكل اللي كان يسأل هيكل هتسميها إيه ما كانش بيرد خالص، لحد ما حد سأل هيكل بهزار: انت مش لاقي ليها اسم ولا ايه؟ ولا خايف من ماجدة ومستنيها تختار الاسم؟ رد هيكل وقال: انا ما اقدرش اسميها لان ليها اسم من قبل ما تتولد. فكل اللي قاعدين ضحكوا وفكروه بيهزر، لحد ما سكت كل اللي قاعدين. قال لهم هيكل بصوت مكتوم ومخنوق: اسمها شرور. المهم الكل بارك على المولودة وعلى الاسم، وطبعا ما حدش عرف فيهم يعني ايه شرور ولا ركزوا مع الاسم، بس شرور هو اسم اكبر بنت لخمانيل ابن الشيطان الاكبر وخليفة الشيطان الوفي. المهم من يوم ما اتولد الشرور وهيكل بطل يشتغل طلبي وبدأ يشتغل في السحر والاعمال، ومن يومها بدأ العز يبان عليه، وبيته اتحول من عشة وخرابة لقصر وفيلا. وناس كتير بتقول انه بيعمل اعمال، وكل اللي بيروح له في حاجة بيحلها له، ومش بيقول على حاجة الا وتحصل. وبدأ يروح له ستات عواجيز وناس تعبانة فاكرين انه هيساعدهم وهيحل لهم مشاكلهم، فيهم اللي رايحة عشان بنتها تتجوز واللي رايحة عشان ابنها يخلف. وعدت سنين كتير على الحال ده، وكان الوضع مستقر، لحد ما جه في يوم من الايام هيكل صيته في القرية والقرى المجاورة ليهم، وكمان المركز كله، وكان بيجي له ناس من كل البلاد ومن بره المحافظة كمان. وكان مشهور بانه بيطلب طلبين 2. الطلب الاول مبلغ بيحدده هو، وفي الغالب بيكون مش كبير، وده مش مفهوم ليه مش بيطلب كتير. والطلب التاني وهو اللي كان بيخلي معظم الناس تستغرب منه اكتر، وهو انه بيطلب منهم انهم يجوا لابسين لبسهم كله بالمقلوب، ويقعدوا مقرفصين رجليهم ووشهم بين رجليهم، ويقولوا 5 كلمات 5 مرات: مات مهرات بيت فاتس تال. الجملة دي تبان غريبة وملهاش أي معنى بالعربي، بس الجملة دي ليها معنى كارثة باللغة السريانية القديمة، وهو أنا عبدك الوفي تقبلني خادم. وبعد كده يمشوا وما كانش بيشوفهم تاني. عدت الأيام وبقى بيت هيكل مش بيفضى من الزوار، وكل شوية عربيات ملاكي بجميع الأنواع الفخمة اللي عمرها ما نزلت البلد ولا حتى المركز كله. وكانت البلد قبل كده مشهورة بالغنى والخير، لدرجة إنها كانت ليها اسم شهرة عشان خيرها، وهي أم الخير. والغريب إن كل ما زادت شهرة هيكل في القرية كل ما قل الخير وحل الفقر على الناس، لدرجة إن معظم أهل البلد بدأ يجي لهم أمراض مش عارفين ليها اسم ولا لاقيين ليها حل. وبدأت حالات الطلاق تكتر والمشاكل بين الناس بدون سبب، وتحولت البلد من بلد الخير لبلد الفقر والمشاكل، وما كانش فيها حد لاقي ياكل ولا يشرب. وكان أغنى واحد في البلد هو هيكل. وعدت 20 سنة على الوضع ده، لحد ما في يوم جه شيخ في بلد تانية عشان يمسك الجامع بتاع القرية، لأن ما كانش حد متعلم في القرية ويعرف يخطب ويصلي بالناس ويعلمهم الدين، وعشان كده كان بيته بعيد عن الجامع. قرر انه يسكن في القرية بالإيجار. الشيخ ده رغم انه غريب عن البلد، لكن كان محبوب من كل أهل القرية وكل اللي بيشوفه، وكان وشه كله نور وطيبة، وكان اسمه الشيخ حسن. وكان الشيخ حسن بيته قريب من بيت هيكل، وعشان يروح الجامع كان لازم يعدي على بيت هيكل. وكان كل ما يعدي الشيخ حسن كان يقف قصاد بيت هيكل دقيقة ويقول كلام في سره محدش يسمعه، لأنه صوته بيكون واطي، ويمشي يروح المسجد
ونفس الموضوع وهو راجع. ولحد كده الامور كلها مستقره لحد ما جه يوم جمعه وكان الجو حر مع انه ما كانش صيف، وسمعت الناس صوت صويت جاي من بيت هيكل، وكان صوت مكتوم تحس ان حد بيطلب نجدة، وتحس ان هو عياط ومعاه ريحه وحشه جدا، تحس شبه ريحه الشعر المحروق واللحمه الشيطه. وكانت القريه كلها واقفه بره، واي حد يحاول يدخل جوه بيت هيكل يغمى عليه وتجيله حاله تشنجات ويفضل جسمه يتنفض ويطلع من مناخيره رغاوي بيضه وعينه تدمع ووشه يسود. وفضل الصوت ده ساعه متواصله لحد ما جه الشيخ حسن وقال للناس ارجعوا ورا عشان يدخل. كلهم قالوا بلاش، بص اللي حاول يدخل حصل له ايه، بلاش يا شيخ. بس حسن ما ردش على حد فيهم ولا اتكلم، وكان شكله متغير ومتضايق جدا وباين عليه العصبيه. ووقف حسن قدام باب البيت ودخل خطوه واحده جوه البيت مع استغراب من كل اهل القريه، ازاي ما حصلوش حاجه، ازاي ما وقعش زي اللي دخل. ورفع ايده وكان بيشاور لحد وقال كلام زي اللي كان بيقوله وهو معدي رايح يصلي كل يوم قدام بيت هيكل، بس محدش كان سامع ولا فاهم بيقول ايه من صوت الصويت اللي جوه. وكل ما كان بينزل ايده لتحت كان الصوت بيوطى لحد ما نزل ايده خالص وسكت الصوت. وكانت المفاجأة لما لقينا هيكل طالع من جوه ومعاه شرور بنته، وكانت اول مرة يشوف فيها الشيخ حسن شرور بنت هيكل. واول كلمة قالتها شرور للشيخ حسن، انت الشيخ حسن عايز مننا ايه؟ قال لها انا عاوز اطهر البلد منكم، انتم خليتم القرية كلها فقر وجهل بالسحر والدجل. وفجأة اتحول شكلها من بنت لجني شكله غريب، وهربت من قدام الشيخ حسن. ووقف هيكل وكلم الشيخ حسن وقال له انا هعترف بحاجة محدش من اهل القرية يعرفها، شرور بنت الشيطان مش بنتي، لاني عقيم مش بخلف، وعمل الشيطان معايا عهد انه يعاشر مراتي ويحقق لي كل اللي انا عاوزه، وعشان كده خلاني اغنى واحد في القرية واداني العهد اللي اعمل بيه كل اعمال السحر والاعمال السفلية كمان. الشيخ حسن قال له انت كده هتموت كافر، لازم تتبرأ من عهد الشيطان وترجع لصوابك. قال له استغفر ربنا من كل ذنوبك وارجع لطريق الايمان. وفعلا رجع هيكل لصوابه، واختفت شرور من البلد محدش يعرف هي راحت فين، ورجعت البلد للراحة من السحر والشعوذة. وكان الشيخ حسن سبب في هداية هيكل، وديت كانت نهاية قصتنا عن شرور بنت الشيطان. يا رب القصة تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لحضرتك. شكرا.